السلام عليكم البنات، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال ديالكم. نتمنى انكم تكونوا منتظرين هذا الفيديو او منتظريني، لانني غبت عليكم واحد الوقيته شوفوا طويله. معايا البنات اعتذر هي واستسمح لان ما شاء الظروف الله. شوفوا معايا معينه. واليوم جبت التوريق، لكم واحد الوصفه اكثر من التوريق رائعه، خطير، مسمن واحد معمر في القرمشه الفرن، كيجي رائعه وكيجيو مورق بنان. ومقرمش شوفوا ما وبنين شاء بزاف الله. بزاف بزاف. غادي نخليكم مع الفيديو شوفوا تشوفوا التوريق القرمشه كيفاش كيفاش دايره. عامل. شوفوا انا نحاول نوريكم القرمشه، اسمعوا معايا. شوفوا ما شاء الله كيفاش دايرين. شوفوا معايا كيفاش دايره القرمشه نتوما. شوفوا شوفوا معايا قرمشه. مرحبا بالناس اللي معايا، ومرحبا والف مرحبا بالناس اللي انضمت لي جديد. انا كنشكركم من اعماق قلبي انكم وقفتوا معايا. كما كنقولوا وقفه الرجال. شكرا بزاف بزاف بزاف. قد ما جيت نشكركم ما غاديش نوفيكم حقكم. وغادي نمشيو لهاد المسمنات المعمرين البنان المورقين اللي كيجيو اكثر من رائعين، وكيستحق هاد الجو اننا نديروهم، يعني كيكونوا سخان. بسم الله على بركه الله. عندنا جوج بصلات كبار اللي هما مشنفين او مشلضين بالشكل اللي شفتوا امامكم. كنديروا فيهم واحد 3 المعالق ديال الزيت كبار، معالق كبار. كما بغيتو تفضلوا، زيت الزيتون او زيت النباتيه. كنشحروهم حتى يدبلوا شي شويش، وكنزيدوا عليهم جوج جزرات كبار اللي هما محكوكين بالشكل اللي امامكم، يعني طوال. وإلا كان متوفر اي خضره بغيتو تضيفوها، يعني خضر اخرى كتضيفوها، القرعه او اي خضر اخرى يعني اللي حبيتو نتوما. هنايا بعد ما حركنا ديك البصله مع ديك الجزر، ضفت واحد الكميه قليله نتاع اللحم المفروم، كانت متواجده عندي في المجمد، يعني واحد الكميه اللي هي قليله. ممكن انكم تضيفوا اللحم المفروم ديال صدر الدجاج، او تضيفوا فقط الخضر، يعني لكم الاختيار. وكنضيفوا الملح ونضيفوا التوابل اللي غنذكر لكم: نصف ملعقه صغيره ديال الكمون، ونصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود، ونصف ملعقه صغيره ديال سكينجبير، ونصف ملعقه صغيره نتاع الكركم. هنايا ضفت واحد القليل من ضامه ديال البنه، وكنحركوا الكل. وضفت كذلك واحد جوج فصوصه ديال الثومه، راكم غادي تكونوا شفتوهم على اللحم المفروم. واحد الملعقه كبيره نتاع البقدونس حتى هي كنت ضايفاها فوق اللحم المفروم. كنحركوا الكل مزيان حتى كينسجموا لنا، وما نخليوش ديك الخضره حتى تدبل بزاف تبقى شاده لنا يعني المنافع ديالها. ما غاديش نخليوها تدبل بزاف، مازال تدخل الفرن. وكنحطو بعد ما كطيب لنا التعميره ديالنا، كنطفيو عليها ونخليوها تبرد. هنايا في العجين عندنا 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، وكأس ديال دقيق الفينو او دقيق القمح. ضفت لهم ملعقه صغيره ديال الملح، وضفت واحد القبيصه صغيره فقط تكون غير قد الحميمصه نتاع خميره العجين. وضفت ملعقه صغيره نتاع بيكنج باودر او خميره الحلويات. هاد المكونات كامله من الاحسن تضيفوا لهم 2 معالق نتاع زيت الزيتون الا بغيتو. الا ما بغيتوش راه كتعطي نفس النتيجه، فقط داك زيت الزيتون كتعطي واحد الهشاشه للقرمشه ديالكم. كنجمعوا هاد العجينه بالماء بالتدريج حتى كتماسك معنا بهذا الشكل اللي كتشوفوا امامكم. دائما كتضيفوا الماء غير بالتدريج، يعني ما كتضيفوش دفعه واحده. ما تقصحوش العجين بزاف، وما يعني ما تخليوهاش طريه وتبزاز تبقى تلاصق كانك كديري العجين ديال المسمن. هنايا بعد ما جمعتها دلكه خفيفه او 2 دلكات خفاف، وكنوضعوها في واحد البلاستيكه ونخليوها قد ما بغينا، يعني الوقت اللي بغينا، ربع ساعه، 10 دقائق، نصف ساعه، ساعه. فقط كنوضعوها في بلاستيكه. الا كنا غادي نخليوها مده طويله غنوضعوها في الثلاجه. الا كنا ربع ساعه فقط او 20 دقيقه او 10 دقائق كنخليوها فوق سطح العمل. كما عرفتوا دابا راه الجو بارد، يعني ما كاين حتى شي مشكل. من بعد كنحيدوها من بلاستيكه وكنعاودوا لها شي دلكات خفاف، يعني كما شفتوا في الفيديو، فقط باش كتولي رطبه معنا. انا ما كانش عندي الوقت الكافي، خليتها 5 دقائق فقط. نتوما غيكون عندكم الوقت او ديروها قبل الوقت باش تطلق معكم العجين مزيان وتعطيكم الطوع وما تبقاش كتقطع معكم. كنشدوا القليل من الزيت، كندهنوا سطح العمل وكندهنوا يدينا وكنقطعوا العجين ديالنا الكويرات. انا عطاتني 8 ديال الكويرات لان غنستعمل كل 2 كرات في، يعني في واحد المسمنه كتعطينا 4 ديال المسمنات.
هنا وجدت الزبده ديالي المذابه. نستعمل الزبده ديال التوريق لان كتعطي واحد التوريق خطير 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 للمسمنات. الاحسن الا كانت هي ما كانتش كتستعملوا هاد البواطه او نوع اخر، كتخليوه فوق البوطه مزيان حتى كيذوب وما كيبقاش فيه داك الماء ديالو. حتى كتشوفوا ان الزبده ديالكم ما بقاش فيها الماء، عاد كتزولوها من فوق البوطه. وغنستعملوا الزيت اللي غادي يعني غنطلقوا بها العجينه ديالنا. وهنايا في الحشو ضفت الجبن المفروم. الا بغيتو ما بغيتوش لكم الاختيار في الحشو، وانتوما والرغبه ديالكم شنو بغيتو تستعملوا. تضيفوا يعني الزيتون مقطع في الاخير الاخضر، او اي حاجه بغيتو تضيفوها كتضيفوها. كنقبطوا العجين ديالنا، كندهنوا سطح العمل بالزيت ونطلقوا العجين مزيان. ضروري تطلق مزيان يعني حتى يبان لنا سطح العمل باش يكون داك التوريق رقيق ويجينا مخرمش في الفرن. كنفتحوا الاولى وكما شفتوا معايا دائما كنفتحوها بالزيت وكندهنوها بالزبده. بين كل طبقه وطبقه كندهنوا بالزبده ونحطوها جانبا، ونفتحوا الثانيه كما كتشوفوا معايا ونوضعوا فيها الاولى ونديروا نفس العمليه اللي درنا في الاول. يعني كنطويوها على شكل مسمنه كما العاده. كنظن ان الفيديو راه شارح نفسه. بعد ما كنساليو الكميه كلها كنوضعوها في يعني في شي انيه او فوق سطح العمل، وكنغطيوها بلاستيك ونخليوها لمده ديال ربع ساعه. ضروري تبقى ربع ساعه باش تطلق معنا العجين، لاننا دايرين مسمنه في مسمنه كتاخذ شويه الوقت باش تطلق. هنا كنطلقوها مزيان، كندهنوا يدينا وسطح العمل بالزيت وكنطلقوا المسمنه ديالنا بهذا الشكل اللي كتشوفوا امامكم، يعني حتى كترجع مربع. وكنوضعوا الحشو في الجهه يعني الاولى، وكنوضعوا في الجانب الاخر عاوتاني الحشو. وكنحاولوا ان نلفوا العجين بهذا الشكل اللي امامكم، ونضغطوا بالرؤوس ديال الاصابع ديالنا باش تماسك مع الجانب الاخر على هذا الشكل. من بعد كنقطعوا بشي جراره او بشي سكين اللي كيكون ماضي باش نحصلوا على يعني جوج قطع، او كل مسمنه غتعطينا جوج قطع. غادي نتحصلوا بهاد الجوج مسمنات على 4 ديال المسمنات صغار. من بعد غادي تشوفوا معايا انا غادي نقطعوهم وغادي نعدلوا لهم يعني الجوانب. كنحاولوا دائما نتكيو بديك الرؤوس الاصابع باش تماسك الجوانب مع بعضياتها. وكنوضعوهم بهذا الشكل في الطاوه اللي غادي ندخلوها للفرن. تكون مفرشه ضروري بورق الزبده او مدهونه بالزيت جيدا او بالزبده. كتشوفوا معايا اننا كنقبطوا السكين وكنقطعوا يعني كل قطعه كتعطينا جوج مسمنات بهذا الشكل اللي امامكم. وكنديروا بواحد السكين اللي يكون ماضي واحد يعني خطوط هكا في الوسط باش من بعد كيبانوا لنا التوريق في المسمنات. وكنعدلوا الجوانب، كنحايدوا نحاول يعني نزولوا دوك الرؤوس ديال الجوانب باش تجينا مسمنه مقاده. ومن يعني في الوجه كنرشوا بالسنجلان او بافو او باش ما بغيتو. وإلا بغيتو اللون يكون مذهب اكثر كديروا صفار البيض مع واحد يعني واحد القليل من الصوجه الا كانت صوص الصوجه، وكدهنوا بها الوجه كيجي محمر اكثر. او كتخليوه فقط هكاك راه كيتحمر مع الزبده اللي ورقنا بها. كندخلوه لواحد الفرن اللي هو ساخن جيدا. كان في الاول كنخليو النار مرتفعه 5 دقائق الاولى حتى يعني كتنتفخ ديك المسمنات كتعطي التوريق ديالها. ومن بعد كنهبطوا النار وكنخليوها مهيله. كنخليوهم ضروري يطيبوا على نار مهيله باش كيعطيونا القرمشه والتوريق اللي حنا باغيين، حتى كان يعني كيحمروا من الجوانب. وكنخليوها 5 دقائق من الاعلى. وبالصحه والراحه الى فيديو قادم.